النهارده بقى هنعمل مع بعض الكاتشب البيتي بطريقه سهله خالص، مكونات بسيطه. كمان مضمون 100% ان هو يطلع معاكي مظبوط جدا، وقوامه وملمسه تحفه. وهتشوفي برضو هنا معايا اهو زي اللي انتي بتجيبيه جاهز بالظبط، بس ده بطريقه بقى مكونات مضمونه وبطريقه سهله ما فيهاش اي تكلفه خالص. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا الطريقه بتاعته ومكوناته بالظبط. كيلو طماطم تكون حمراء، معلقتين سكر كبار، معلقتين نشا، نص معلقه صغيره ملح، معلقتين صلصه، ربع كوبايه خل، وربع كوبايه ميه. دلوقتي هناخد الطماطم، وفي برضو معلقه صغيره توم باودر. تمام. هناخد دلوقتي الطماطم هنحطها على النار، تاخد نص سلقه كده، ونحط عليها ربع كوبايه الميه، وتاخد بصي نص سلقه لمده 10 دقايق، وارجع اقول لكم هنعمل ايه تاني. الحله على النار اهيت، انا حطيت الطماطم، حطيت عليها ربع كوبايه الميه، هنسيبها بس تاخد غلوه، وارجع تاني بعد 10 دقايق بالظبط، وارجع تاني اوريها لكم بعد ما استوت. حبيبي كده الطماطم جهزت معايا واستوت اهيت، هنحطها بقى على طول في الخلاط، نستنى بس دقيقتين تبرد شويه، ونحطها في الخلاط، ونضربها ضربتين ونصفيها كويس جدا، وارجع تاني اوريها لكم. دلوقتي احنا جبنا المصفى وجبنا الحله اللي هنعمل فيها، وادي الطماطم بتاعتنا ضربتها في الخلاط اهي. هنحط بقى الطماطم ونصفيها كويس. تمام. هنصفي كويس بقى جدا من التفل بتاع الطماطم ده، انا عايزاها صافيه خالص. اهو لازم تكون مصفى ضيقه عشان البذر بتاع الطماطم والقشر بتاعها ده ما ينزلش خالص، ما ينزلش، يعني يبقى صوص الطماطم يبقى ايه، ما فيهوش اي شوايب خالص. تمام. دلوقتي انا حطيت الصوص الطماطم اهوت على النار، هنحط عليه بقى المكونات بتاعتنا، معلقتين السكر. تمام. هنحط عليه الملح والثوم باودر، وهنحط عليه معلقتين الصلصه اهي. تمام. وهنحط عليه ربع كوبايه الخل، وهندوب بقى ده كله زي ما انتوا شايفين اهو الصوص اهو. هنستنى شويه ياخد غلوه تاني، تاخد غلوتين تاني. تمام. وبعد كده هقوم ضايفه بقى معلقتين النشا، هدوبهم في ربع كوبايه ميه واحطها عليها بقى، بس نستنى بس تاخد غلوتين. خلاص كده الطماطم اتسبكت معانا وبقت تمام. دلوقتي هنحط عليها بقى الخليط معلقتين النشا اللي احنا قلنا عليهم، دوبتهم في ربع كوبايه ميه اهي، ونقلب بسرعه عشان ايه ما يبقاش فيه تكتلات. ده بقى هيبقى كاتشب احلى من اللي انت بتجيبيه من بره بمليون مره. تمام. وغير كده كمان مضمون، وعارفه انت حطيتي فيه ايه، غير اللي بتاع بره مش مضمون ولا كده. تمام. اهو خلاص كده الكاتشب دلوقتي بقى جاهز معانا بمكونات بسيطه خالص، وفي البيت عملتي كميه كاتشب تحفه. وغير كده متاكده من المكونات بتاعتها. وادي الشكل النهائي للكاتشب بتاعنا زي ما انتم شايفين، قوامه ولونه تحفه جدا، مش محتاج تحطي عليه بابريكا ولا اي حاجه، ما شاء الله طالع تحفه. تاكليه جنب اي حاجه، ممكن تحطيه على البيتزا، تستخدميه في اي حاجه جنب بطاطس، اي حاجه زي اي مقبلات جنبه. تمام. يا ريت بقى ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد معانا، واتمنى الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.